والله العظيم أنا ما عارف أبدأ إزاي ومنين. أنا حزين، أقسم بالله عليه العظيم أنا ما عارف أبدأ منين. أنا حزين والدمعة على عيني مش مفارقة العين. تتخيلوا كده لو أفتكر أتكلم عن مين؟ أتكلم عن إحساس أم كانت بتكلم ابنها: أنت فين؟ ليه اتأخرت؟ يا أمي ليه جلجانة عليا؟ مش قلتلك راح مشوار؟ هخلص ورق وجايلك. طب والله العظيم أنا على الرصيف، أنت مش سامعة صوت القطر؟ ما تجلجيش عليا. مالك النهارده قلبك مقبوض عليا؟ لا يا ولدي، مش مقبوض ولا حاجة، بس أنا مستنياك. طب بالله عليك يا أمي أقول لولدي جبت لك التليفون، اللعبة اللي أنت عايزها، وجبت لك كمان العربية اللي نفسك فيها. جاي لك يا محمد. ماشي. إبراهيم، 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 شوف يا بت، أخوك كنت بكلمه دلوقتي وتليفونه فصل. سامع صوت هو بيكلمني بيقول لي على الرصيف مستني صوت القطر. رن عليه. أهو يا أمي برن عليه، تليفونه مقفول. رن تاني. ولدي أكيد في حاجة، أنا قلبي مقبوط. الحقيقة يا أمي ده في نشرة أخبار بتقول حريق قطر في محطة مصر وأدى لوفاة عدد من المواطنين. ولدي أنا كنت حاسس إن ولدي هيموت. أهو مش هو ده محروق؟ مش مصدق. إزاي؟ ده كان بيقول لي أنا جايلك وجايب ألعاب وحضري لي أكل يا أمي. طب سيبكم من أمي. طب أتكلم عن إحساس شاب قاعد على الرصيف لابس نظارة شمس وبيكلم خطيبته وبيقول لها خلاص فاضل كام شهر وهتبقي المدام، خلاص بنرسم أحلامنا يا حبيبتي، والله جاي خلاص. ومات محروق. سيبك من كل ده، أنا هتكلم عن إحساس راجل كبير لابس نظارة كده وجاي من شغله وجايب طلبات البيت وماشي عادي خالص، وبيحضر عايز يروح البيت عشان مراته وعشان عياله مستنيينه، فمات محروق. قول لي يا قطر ذنبي مين؟ ده انا اقسم بالله كنت بحبك وبموت فيك. ده انت ما تعرفش عشان اجي ليك بيحصل لي ايه. اقسم بالله ده انا بقف في الطابور في الزحمه بالساعات عشان احجز لك تذكره عشان اركب معاك. ده انا برتاح معاك، بسيب جميع المواصلات عشان اجي اركب معاك. كل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا قطر. حرمت كام ابن من ابوه وامه، حرمت كام واحد كان رايح لامه، وحاجات كتير. حسبي الله ونعم الوكيل. مش قادر اقول حاجه تاني. هنطلع نشوف تقرير عشان ناجي نرحب بالضيف اللي معانا. هي المرة بدواتك دي. هي فين؟ يا ابو مشكلة انا ضربت الايام كلي. لا كلها ها؟ مشكلة ضربت وما خليتش فيهم اي حاجة. لا ضربك واقع عليهم. ده ما فيش حاجة سليم. ده انهم مسقسطوا فيا. ضربتهم انا اصلا. صح صح. هي دي. هي هو دي. دراعي يعني شايف ويا ابوي. ماله؟ هي سبب المشكلة. نعدي يا ابوي شفت وحدي. انطلقنا يا ابوي وترى مشكلة بعيوني. عيونك كده. وما شفتش الضرب جاني منين يا ابوي. ما كده ضربت. ما انا برضه نفست يا ابوي فيه. ها؟ نفست
برضه وانا ضربت برضه. لا نفسته. وانت عارف برضه ان القطع تغلب الشجاعي. لا صح، انت عندك حق. قلنا له ما اخوها يجي كان ممكن يظبطنا. ها؟ ده مش معاه. وده انت بتعكس بين الناس ليه؟ طب ما انا قلت لك يا ابوي اخطب لي ناريتي يا ابوي، كل ما اقول لك اخطب لي قلنا صغير لسه. يبقى عمليا ده جزاك. انا زعلان عليك، ده مبسوط واخر فل 14. كيف مبسوط يا ابوي؟ كيف تقول على ولدك مبسوط؟ هي دي واي ويا دي ده كلك بايظ انت. ده عايزين يحطك على غربان انت على دي. بس الدكتور قال لي كل حاجه مسلوقه قبل ما تنام. الدكتور قال لي كل حاجه مسلوقه قبل ما تنام. لا تستاهل ودخول وتاكل بطه فرج بيها. اي حاجه يا ابوي بس يلا. اجيب لك لحمه رجليه عشان ترم عظمه. كلام زمان، كلام زمان اللي افتقدناه، كلام زمان اللي المعظم مننا نسيه. النهارده من قاهره المعز لدين الله الفاطمي نزلنا عشان نفكر الناس بكلام الصعيده بتاع زمان. تابعونا احمد عمره. طب عمي بيومي، لو حد من صحابك كلمك وقال لك ان هو عزمك على مصبوبه ودبداب. مقلوبة؟ مصبوبه ودبداب. مقلوبة ودبداب. مصبوبه. أول مرة أسمع. مش عارف المصبوبه ولا الدبداب؟ لا أول. طب الشريك، عارف الشريك؟ عارف الشريك، عارف. الشريك ده معروف. عارف الشلاولو؟ الشلاولو اللي هو العيش اللي بيتعمل العيش اللي بيتعمل في عندكم في الصعيد. الشلاولو عيش؟ انت بتتكلم جد؟ نور، لو خطيبك جاب لك مشخلعه هتوافقي بيها؟ بتشخلع؟ مشخلعه. بتعمل ايه يعني؟ يا بوي، هو احنا الفجر ركبنا من قليل؟ لو جه خطيبك تمام هيخطبك بمشخلعه هتوافقي بيها؟ مشخلعه. هو ايه؟ مشخلعه. يعني ايه؟ بتكلم عربي يعني؟ عبيط ولا ايه؟ ما انا بقالي بالساعه بتكلم، انت فاكر ده مصر؟ هقول لك جمله بالصعيدي تقولها ورايا. ماشي. جيت اجلح الخديم. ايه؟ جيت اجلح الخديم. لا ما اعرفهاش. ما انت قولها ورايا. ماشي قول تاني. جيت اجلح الخديم. ايه؟ جيت اجلح الخديم. ما اعرفهاش. جيت اجلح الخديم. وقعت على بوزي. وقعت على بوزي. يعني ايه؟ يعني ايه فعلا؟ جيت اجلح. جيت اجلح. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. لو والدتك طلبت منك تجيب لها دندش ومش هتعرف تشرب من غير الدندش، تجيبه لها ولا لا؟ اجيبه لها. ايه الدندش؟ اللي هو بيتباع في الفرن ده. دندش مش دنش. انت عايز تهرج؟ خد والله ما عايز اهرج. دندش مش دنش. ايه دندش؟ دندش ده يا باشا اللي هو حلق بس على اكبر. والدتي تطلب حلقه مني، ده انا اجيب لها. سنعود. الإعلام بشكل مختلف في حلقة خاصة من برنامج انفراد. الدكتور سعيد حساسين يفتح ملف الأموال والأوقاف واستثماره من الوزارة، ويتساءل عن كيفية استغلال هذه الأموال في الأغراض المخصصة لها، وهل حققت هيئة الأوقاف أي خسائر مالية، وهل تم الانتهاء من حصر وتوثيق مال الوقف في أطلس الأوقاف 2018، وما هي خطة الوزارة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية لتحقيق أفضل عائد استثماري. اليوم في برنامج انفراد على شاشة الرافدين. انتظرونا الليلة 10 مساء. الإعلام بشكل مختلف. وهل تم الانتهاء من حصر وتوثيق مال الوقف في أطلس الأوقاف 2018،
وما هي خطة الوزارة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية لتحقيق أفضل عائد استثماري؟ اليوم في برنامج انفراد على شاشة وهل تم الانتهاء من حصر وتوثيق مال الوقف في أطلس الأوقاف 2018؟ وما هي خطة الوزارة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية لتحقيق أفضل عائد استثماري؟ اليوم في برنامج انفراد على شاشة الرافدين. انتظرونا الليلة 10 مساء. الإعلام بشكل مختلف. عدنا. هذا البرنامج برعاية. فاقول ايه في البدايه حتى، بس عشان وقت الحلقه طبعا هرحب بالضيوف اللي معانا. طبعا معانا الحاج عقبي، الاستاذ حمدي سلمان الشهير بالحاج عقبي. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. نورتنا يا حاج عقبي والله في البرنامج. الله يخليك. وطبعا معانا مذيع السعيد احمد عمران. اهلا بيك في البرنامج يا احمد. اهلا وسهلا بيك يا اهلا ابراهيم. بيك. طبعا عايزين نعرف الساده المشاهدين مين هو الحاج عقبي. تحب تقول لهم ايه؟ والله هو الحاج عقبي ده كان يعني حد بيحب التمثيل من صغر سنه، يعني من بدايته وكبرت وخلصت جيش وعرفت ان انا اطلع بالشخصيه بتاعت الحاج عقبي. جميل والله يا حاج عقبي، جميل والله. طبعا برضه عايزين نعرف للساده المشاهدين مين مذيع السعيد احمد عمران. احمد رفعت عمران، الشهير احمد عمران. خدت لقب مذيع الصعيد كان من حبي في شغل الشارع. تمام. يعني بدايتي ان انا كنت بحب شغل الشارع جدا، وبحب ان انا اكون مع الناس في الشارع. فبدات اشتغل في الشارع على المشاكل بتاعت الناس والحالات الخيريه والكلام ده كله. فلقبوني بمذيع الصعيد وبقيت احمد عمران مذيع الصعيد. جميل ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك حاجه كبيره يا استاذ احمد ان شاء الله. ربنا يخليك. الحاج عقبي، طبعا شخصيه الحاج عقبي دي هل من وحي خيالك ولا حد مثلا شفته في حياتك تاثرت بيه حبيت ان انت ايه تقوم بدوره كشخصيه الحاج عقبي؟ والله هو بص احنا دايما في البرنامج بتاعنا الحاج عقبي عامه بنتكلم بطبيعتنا جدا. تمام. كنا بص بنحكي يعني تلقائي جدا، فالموضوع احنا بنقول ان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم شخصيات عظيمه جدا. تمام. فاحنا بوصل للناس ان انتوا كنتوا بتحلموا، وكنتوا بالذات كنتوا في الصعيد وكنتوا بتعانوا كتير مثلا في نزول الشارع، وكل واحد عنده حلم. فانت جاي النهارده بتقول للناس انا وصلت للحلم بتاعها ولسه ان شاء الله هتوصل اكتر واكتر ان شاء الله. فندي دافع للناس اللي بتسمعنا ان هم يستمروا على الحلم بتاعهم. تمام. اجاوبك على سؤالك الاول ان شاء الله. طبعا الحاج عقبي ده اسم، يعني انا مقتبس، انا خدت اسم الحاج عقبي ده هو اسم يعني تحس انه هو فيه كوميديا واسم عريق في جميع الدول العربيه تلاقي الحج عقبي. لما انت تيجي تعمل سيرش على العقبي هتلاقي عائلات العقبه، هتلاقي بيت العقبه، هتلاقي في جميع الدول العربيه او في كل مركز اسم العقبي. فانك انت تختار الاسم ده من بين الاسماء دي كلها، ما هو في كتير محمد، في كتير محمود، بس انك انت تختار اسم مختلف بحيث انك انت لما حد يشوفك حج عقبي يبقى الاسم مختلف عن باقي المجموعه اللي هي ماشيه في الطريق. طب احكي لنا برضو عن موقف ليك مثلا انت نزلت مثلا عملت مثلا فقره ليك سواء كان على السوشيال ميديا او مثلا قدمت حاجه على المسرح. قول لنا شعور الناس اللي كانت بتسمعك كان شعورهم ازاي؟ هل كانوا متقبلين الموضوع ولا كان في نقد ولا كان في مقارنه ولا ايه بالظبط؟ هو في البدايات طبعا اكيد في نقد، وفي البدايات ما فيش واحد بيقتنع بفكره مثلا الاستاذ ابراهيم مثلا مقدم برنامج يحلم، هو تلاقي انت 5 يدوك دفعه لقدام وهتلاقي 20 يقول لك يا عمي ده ما ينفعش. اكتر بلد رحتها وقدمت لها فقره حسيت ان الناس بتدي لك دافع للاستمرار كان مين؟ كان في جامعه سوهاج. جامعه سوهاج. جامعه حقوق. فالبلد اللي انا ما رحت لهاش ونفسي اروح ان انا اقدم حاجه فيها
جينا او دار السلام، نفسي ان انا اقدم حاجه وان فيه. شاء الله ان شاء الله نخليك تقدم حاجه ان شاء الله في محافظه الجنة. ده شرف لينا طبعا، الله محافظه الجنة يكرمك كلها يا ان شاء الله. رب. الله احمد عمران، احنا مش ناسينك ابدا والله. لا حبيبي حبيبي يا احمد. عايزين نعرف جات لك الفكره ازاي ان انت تبقى مذيع شارع، ومين كان بيشجعك اكتر في الموضوع ده؟ هو انا بدايه الموضوع يعني انا بكالوريوس تجاره، تمام. ماليش علاقه بالاعلام بتاتا نهائي، تمام. ولغايه هذه اللحظه ما بقولش على نفسي انا ولا صحفي ولا اعلامي. حلو خالص. في البدايه كان في حمله اسمها بلاها دهب كنت عاملها، الكلام ده من سنتين، كنت بتكلم فيها عن موضوع الذهب، ان احنا عايزين نساعد الشباب، وانه بلاش يعني مغالاة المهور، وان احنا نطلب من الناس ذهب كتير والكلام ده، عشان نساعد الشباب بس في الارتباط وفي الزواج والكلام ده كله. تمام. بدأ معايا الموضوع ان انا كنت كل يوم بطلع في قناه شكل، بطلع هنا واطلع هنا وفي استضافات وبتاع. طب ليه ما انا انزل الشارع اتكلم عن الحمله بتاعتي بنفسي. تمام. بدات انزل الشارع، اتكلمت عن الحمله بتاعتي بنفسي، بعد كده الموضوع تطور معايا، حبيت يعني اللي جيت مثلا 5 6 من صحابي، لا ده انت حلو والله، انت عندك لباقه، في ارتجال في الموضوع، بتشتغل حلو في الشارع، الكاريزما حلوه، طب ما تكمل. تمام. لقيت في حبيت طبعا الموضوع. اللي لقيت طبعا صحابي معايا، كان معايا صاحبي حسين متولي، ده المصور طبعا اللي كان معايا من سنتين. حسين طبعا يعني حسين ما فيش كلام يكفيه بصراحه. حسين متولي بقى له شغال معايا 3 سنين، بينزل يشتغل معايا، يصور في الشارع من غير اجر مالي، ما بياخدش فلوس مني. ده كان اكبر دافع وتشجيع ليا. كان طبعا صاحبي محمد رضا برضو كان معد. اي اسم تذكره لازم تقدم له شكر. اكيد طبعا محمد رضا كان من الناس اللي هي يعني كان احسن حد يعمل سكريبت ليا كده عشان شجعك اكتر تقف معاك. اكيد طبعا. يعني محمد رضا ده كان من الناس اللي هو اكتر حد كان بيعمل سكريبت ليا ممتاز، كنت بنزل اشتغل عليه. كان الفيديو بتاعه او التقرير اللي كان بيعده لي محمد كان حقيقي ما اقولكش، كان بصراحه بيجيب فيو عالي معايا. طبعا برضو بخيت ابو البطل ده كان مونتاج، هو اللي علمني اصلا ان انا اعتمد على نفسي. بقيت انا اصور ومنتج، وهو اللي علمني المونتاج، بقيت انا اعمل كل حاجه لنفسي. فبدات انزل الشارع اشتغل، فقلت طب انا ما اعمل حاجه في الصعيد، بس نفس فكره مذيع الشارع بس بشكل صعيدي كوميدي. جميل. يعني احنا نناقش قضايا بس بشكل كوميدي، دمها خفيف شويه. بدات انزل، الحمد لله كان في قبول وكان في نقد وكان في اهانه وشتيمه. بس انا يعني او اي حد عايز ينجح او عايز يشتغل او عايز يسلك طريقه للاخر، ما يبصش على الشتيمه والاهانه والنقد. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم محدش اتفق عليه، يعني مش كل الخلق اتفقوا عليه. فلا انت كمل طريقك، يعني كمل طريقك زي ما انت وخلاص. طب اكتر موقف اتاثرت فيه في الشارع وفاكره لحد دلوقتي، واكتر موقف كويس عرضت ليه في الشارع فاكره كويس؟ طب اكتر موقف كان بالنسبه لي موقف سلبي، يعني انا اسميه ان هو موقف سلبي، لما كنت بنزل اتكلم في الدين. تمام. اي تقرير دينيه، سواء كان الاسلام او دين المسيحيه. تمام. كنت بتكلم يعني اذكر لي سوره من القران، سوره قصيره مثلا، او اذكر لي ايه من الانجيل، كنتش بلاقي ردود، يعني حرفيا مفيش ردود اصلا. وكانت الناس لما بتسالني انت هتصور عليه النهارده، انا هصور النهارده عن اسئله دينيه مثلا، بيسيبوني ويمشي. والله ما حدش كان بيوقف، لا ما يوجدوش معايا. لا طب انا النهارده هصور على موضوع تافه مثلا، نتكلم في اي حاجه ونضحك وخلاص، تلاقي بص عاوز اقول لك ما بعرفش ان انا اخد مين ولا اسيب مين من كتر الناس. فده موضوع يعني بالنسبه لي انا ضايقني الموضوع ده، لانه يعني ما حدش فيهم عنده، يعني مش هنقول ان هو ما عندهمش جرأة ان هم يتكلموا في الدين، بس دي حاجات بسيطه. الموقف الايجابي، الموقف الايجابي والله ان انا كنت من خلال قناه اليوتيوب بتاعتي او قناه او الفيسبوك، السوشيال ميديا عموما، قدرت ان انا اعمل مواضيع، يعني كنت بناقش قضايا مهمه في الصعيد عندنا، وخاطب بها المسؤولين، وكان الحمد لله يكون في استجابه من المسؤولين. فكنت بصور تقرير قبل وبعد، في اثناء عرض المشكله في الاول، وبعد كده لما جت النتيجه والاستجابه كانت ازاي. فدي اكتر حاجه حببتني في الشغل بصراحه. جميل يا احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله حبيبي. يعني حاج عقبي، عايزك بس تكلمنا عن التقرير اللي كان معروض للساده المشاهدين، فكرته كانت ازاي؟ والله فكرته ان هو طبعا حازم ده ابني، فهو طبعا ابنك حقيقي؟ لا مش ابني، هو ابن عمي يعني. تمام. فطبعا بص يعني احنا فريق متكامل، يعني الاستاذ علي الصافي ده طبعا معه مجموعه حضانات، مع شركه ربنا يوفقك ان شاء شركه الله. كتب والكلام ده كله، اللي هو مثلا بتشتغل على الحضانات. تمام. فهو قريب جدا من عقل الطفل. حلو خالص. هو لما تيجي تتكلم معاه تقول له مثلا احنا هنعمل كذا، يقول لك لا خليك
اقرب العقل الطفل، عشان انت لما تطلع هتلاقي ايه؟ هتلاقي إيه استجابه من الاطفال دي، ان هي هتبقى جمهورك فيما بعد، مش انه هو الكبير ده ممكن بكره او بعده ممكن ينساك وتروح في داهيه، لكن ده هو اللي هتستوعب له يعني. اكتر موقف اتاثرت بيه في حياتك ومش نسيه طول عمرك؟ والله اكتر حاجه كنت بصور في فيديو كان شهيد في حضن الوطن. تمام. بصراحه يعني ده صورناه، كانت الناس كلها يعني لما شافت الفيديو كله ما فيش حد ما شافوش، ويعني لازم يبكي. انا نفسي بعد ما صورته وسجلته الراجل بيقول لي انت كتبته ازاي؟ اللي هو بخيت كان شغل المونتاج، انت اصلا كتبت الفكره بتاعته ازاي؟ طب اكتر موقف يعني حسيت ان انت اداك دافع اكتر واكتر واكتر، وحسيت ان هو حاجه كويسه بالنسبه لك انت قدمتها كمحتوى، كان ايه؟ والله اي حاجه انك انت تطالب بها مسؤولين فطبعا اكيد هتبقى لها ردود حلوه. مظبوط. لما تيجي تكون في طريق بايظه او في تراب او في ترعه مردومه او في الكلام ده كله وتناقشها، او مدرسه، حتى الان في مدرسه عندنا بنطالب لي سنتين الطالب ده حاجه تانية. نفسك في ايه وبتحلم بيه؟ ودايما السؤال ده دايما بحب اساله في البرنامج بتاعي. هو دايما شخصك يا حاج عقبي وصل لمرحله ان هو كان في البدايه نفسه يظهر على السوشيال ميديا، تمام؟ فعملت الخطوه دي وعلنا انت في الصعيد ومحافظه سوهاج تقريبا، صح كده؟ فطبعا يعني الفكر ان انت تنزل الشارع وتقدم محتوى طبعا بيبقى ليه صوره مختلفه، تمام؟ فانت قدمت ووصلت لمرحله عديت الخطوه دي، تمام. الخطوه الثانيه نفسك ايه اللي انت عايزه وبتحلم بيه؟ والله اللي بحلم بيه ومن خلال البرنامج قول كده، من خلال البرنامج احلم انا نفسي بكذا. هو دايما الواحد يقول انا في الاول نفسي في كذا، ولما تجي له كذا برضه نفسه في كذا. لسه طبعا وحاجه جميله جدا الانسان يبقى طماع في حلمه. لسه بيكمل دايما، البحر يحب الزياده طبعا اكيد. فطبعا انا كان حلمي ان انا اوصل 50,000 مشترك على اليوتيوب وتبقى حاجه جميله، لكن دلوقتي وصلت ال 215,000 مشترك في صفحه على الفيسبوك، 400,000 متابع. فكان ده كان كل حلمي ان انا اوصل 10,000 متابع على الفيسبوك و50,000 مشترك نفسك تمثل على قناه اليوتيوب. لا انا مش نفسي امثل او ادخل في اي مسلسلات او اي افلام. انت حابب رساله توضحها بس؟ انا حابب رساله اوضحها انه الشيء ده مثلا حاجه كويسه او حاجه وحشه. في فيديوهات انك انت ما تقدرش تناقشها. اكيد طبعا. صح. استاذ احمد نفسك في ايه وبتحلم بيه؟ هو انا نفسي اكون شخص مؤثر في المجتمع، اللي هو انا يعني ادي رسالتي صح، اشتغل اللي هو شغل يعني الاعلام صح. يعني انا في البدايه انا دايما بقول الاعلام عمره ما كان اسم. بالظبط. ياما ناس كتيره ده اسمها الاعلام فلان او الاعلاميه كذا، بس ما فيش رسائل. احنا هدفنا الاساسي ان الواحد يقدم رساله توصل للناس دي اهم حاجه قبل اي شيء. انا قلت في البدايه ان انا ولا اعلامي ولا صحفي، انا بس حابب ان انا اادي رسالتي واكون شخص مؤثر في المجتمع. ودايما بقول انه يعني اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وحابب برضو لما يتذكر اسمي في مكان الناس تدعي لي، يعني لا ده شخص كويس ربنا يكرمه، ده احمد عمل حاجه كويسه، ده ساعدنا في كذا. وبحب جدا خدمه الناس. قدم رساله في اخر الحلقه لحد بسرعه. اي حد مش عارف تشكره فيها. اشكره فيها. هو طبعا الشكر كله طبعا الحمد لله. يعني انا الشكر لابويا يعني اكيد. ابويا طبعا من الناس اللي هي وقفت معايا وشجعتني في اللي انا فيه وفي مشواري. واحنا كمان من خلال البرنامج بنشكر والدك ونقول له ربنا يخليك، وطبعا ربنا يحفظك يا احمد ان شاء الله. حاج عقبي في اخر الحلقه تحب توجه رساله لمين؟ والله لكل الناس اللي بتتابعني وكل الناس المشاهدين، وانا ما اقدرش اقول واحد واسيب الباقي. وبشكر الاستاذ مؤمن ابو ماضي علشان هو اللي يعني اسس لي الموضوع ده كله من احنا بنشكر كل الناس اللي بتسمعنا، سواء كان جمهور الحاج عقبي او جمهور مذيع الصعيد. بنشكركم كلكم ان انتوا بتسمعونا وبتشوفونا. اتوقع احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ودايما حاجه مؤسفه ده جدا الوقت بيخلص بسرعه معانا. اشكركم جدا، انتظرونا ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله الخميس الجاي الساعه 2 الظهر ان شاء الله في حلقه جديده ورساله جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.